عمرك سألت نفسك إزاي شاشات الموبايل، اللابتوب أو التلفزيون بتعرض الصور والفيديوهات بالوضوح اللي بنشوفه قدامنا؟ مع إن أحجامها بتختلف، بس كل الشاشات دي شغالة بفكرة واحدة. الفكرة بتبدأ من أصغر نقطة ضوئية، البكسل. كل صورة على الشاشة عبارة عن ملايين البكسلات الصغيرة جنب بعضها، والبكسل نفسه معمول من 3 ألوان: أحمر، أخضر، والأزرق. ولما الألوان دي تتخلط بنسب مختلفة بتطلع لك أي لون تتخيله. ولما عدد البكسلات يزيد، دقة الصورة تعلى، وده اللي بيعمل الفرق بين HD، 4K و 8K. بس طريقة تشغيل البكسل بتختلف من شاشة لشاشة، زي LCD، OLED و AMOLED. طيب، الصورة دي بتتحرك قدامك بالسلاسة دي إزاي؟ السر في معدل التحديث، الهرتز. الهرتز هو عدد المرات اللي الشاشة بتحدث فيها الصورة في الثانية. يعني لما نقول 60 هرتز يبقى الشاشة بتحدث الصورة 60 مرة في الثانية. ولو 90 هرتز، 120 هرتز، أو حتى 144، كل ما الرقم يعلى الحركة تبقى أنعم وأوضح لعينك. أما بقى الفريم هو الصورة الواحدة اللي بتتعرض. الفيديو عبارة عن آلاف الفريمات ورا بعضها. فيديو 60 فريم في الثانية يبقى 60 صورة بتتغير كل ثانية. فيديو 90 فريم يبقى 90 صورة في الثانية. فيديو 120 فريم يبقى 120 صورة. وده اللي بيخلي الحركة ناعمة جدا، خصوصا في الألعاب. المعالج أو كارت الشاشة بيبعت الفريمات، والشاشة بتعرضهم على حسب الهيرتز بتاعها. لو الفريمات أعلى من الهيرتز مش هتشوف كل الفريمات، وهتحس بتقطيع بسيط. وفي الآخر كل بيكسل بياخد أمره إنه يعرض لون معين في جزء صغير جدا من الثانية. ولما تجمع ملايين البكسلات دي مع معدل تحديث عالي، بتشوف قدامك الحركة اللي بتحسها طبيعية وسلسة. استنونا في الفيديو الجاي، هنتكلم بالتفصيل عن الفرق بين شاشات LCD، OLED و AMOLED، وإزاي كل واحدة فيهم بتشتغل. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان نكمل ونقدم محتوى أقوى.